إذا أنت صاحب شركة إنتاج أو كرياتيف ايجنسي بس أنت اللي عم تقفل كل الديلات بالشركة، أنت اللي عم تطارد الكلاينت وتحاول دايماً تجيب عقود حكومية، وأنت اللي عم تشرف على كل تفصيل بالشغل، مش بس هيك، يمكن أنت اللي عم تحضر الكوتيشن، تحكي مع العميل وبتعمل إدارة للفريق، فيعني أنت بعدك عم تدير شركتك بعقلية فريلانسر مش بعقلية بزنس اونر. لأن النتيجة شغل كتير، ضغط أكتر، والكاش فلو تاعولك منه ثابت. فمدخول شركتك الشهري غير متوقع، وأول ما يبطأ السوق أو يخلص الشغل الموسمي الشركة كلها بتوقف، بس المصاريف ما بتوقف، وكل الأرباح اللي ركمتها من موسم الحج، شهر رمضان، يوم التأسيس أو اليوم الوطني تصرفها كل السنة على الأجرات ومعاشات الموظفين. وهذا الشيء عم يصير لأن بكل بساطة الشركة مبنية على شخصك أنت بس، مش على نظام بيأسس لنمو حقيقي. شركات الإنتاج اللي ساعدناها تكبر وتستمر بالسعودية ما بتفرق عنك، ساعدناهم يغيروا شغلة واحدة بس، يطلعوا من عقلية الفريلانسر ويديروا شركتهم بعقلية بزنس اونر. فصار عندهم آلية بيع واضحة، آلية استحواذ للعملاء ممنهجة ومدروسة، فريق عمل بيشتغل على سيستم من دون ما تكون انت حاضر بكل تفصيل، وبالتالي الشركة بتشتغل لحالها، انت بس عليك تقود الفيجن والفلوس. إذا عندك شركة إنتاج أو كرياتيف ايجنسي وحاسس إنك عم تركض بلا نفس وما عم تلحق تجيب فلوس على الشركة قد ما أنت بدك، عملت لك يوتيوب فيديو مفصل بيشرح لك فيه عن كيف ممكن تتخطى هالأشياء. اكتب لي بالكومنت كلمة كومباني لأبعت لك الفيديو.